بص يا معلم، خلاص اللي هيحصل النهارده بالليل في ماتش الاهلي والزمالك ان لو الاهلي عايز يكسب يسيطر على زيزو وامام عاشور. الاتنين دول لو طلعوا بره تركيزهم او طلعوا بره الماتش عموما يعني اعتبر الاهلي كسبان. اما في حاله ان الاهلي ما قدرش يسيطر على الاتنين دول فالماتش ما اعرفش بصراحه كده هيروح فين، لان هم اخطر عنصرين في نادي الزمالك واللي كانوا بيشكلوا لهم خطوره على مدار الماتشات اللي فاتت كلها هو زيزو وامام عاشور. وكلنا شفنا لما الاتنين دول بيبقوا خارج الفورمه او خارج الماتش او مش مركزين الفرقه بتاعتهم بتقع كلها. زائد ان كده كده نادي الزمالك هيفضل واقف ورا، فالاهلي يحاول يستغل جدا اي هفوه دفاعيه، ولو ده ما حصلش ما اعتقدش ان الاهلي هيلاقي فرص مفتوحه كتير انه يحرز منها اهداف. انت بتلاعب فيريرا ففيريرا على طول بيبقى مقفل، فاعتقد ان النهارده مكسب النادي الاهلي هيكون في النقطه دي.